يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم معي بهجة في المطبخ. وصفتنا لليوم هي كوكيز الليمون أو كوكيز الحامض. كتير وصفة بتشهي، بدوب ذوبان بالتم، وفيها قرشة خفيفة من برا. ما بقدر أوصف لكم قديش طيبة ولذيذة، فخليكم معي لآخر الفيديو ويلا نبلش بتحضير الوصفة. في البداية رح نحتاج لمعلقتين طعام من برش الحامض. طبعا احنا هناخد القشرة الصفرة اللي برا، ما بنوصل للقشرة البيضة لانه بتعطينا مرار. فبنحط معلقتين طعام من برش الحامض، وبعدين رح نضيف فوقن نص كوب من السكر، وبعدين بنحركهم بهالطريقة، بطريقة الهرس، علشان الزيوت اللي بالبرش الحامض تغلف السكر. بعدين رح أضيف بيضتين بحرارة الغرفة، عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. نحركهم كتير منيح، بعدين بنضيفهم على برش الليمون أو الحامض مع السكر. الوصفة كتير كتير سهلة وما بتاخد معنا وقت أبدا. بعدين نفس الكلام بطريقة الهرس، بنخفق البيض مع السكر وبرش الليمون. بعدين بنجيب نص كوب من الزبدة المذابة. طبعا الزبدة ما بتكون كتير سخنة، بس بتكون دايبة. بعدين رح نضيف عليها معلقتين من عصير الحامض، معلقتين طعام من عصير الحامض. بعدين راح نضيف كوب من الطحين. طبعا بنضيف اول كوب، بنضلنا نخفق فيه ليدوب تماما. بعدين بنضيف الكوب الثاني، وبنخلي جنبنا هيك يعني تقريبا نص كوب من الطحين يمكن نحتاجه. بعدين بنضيف رشة ملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. بنحركهم بدون عجن علشان ما نفعل الجلوتين. انا شفت هوني انه بدنا كمان طحين، فراح اضيف عليهم معلقة طحين، معلقة طعام من الطحين. بعدين راح تتكون معنا عجينة لينة بتلزق طبعا، فراح نحطها نغلفها ونحطها بالفريزر لمدة 10 دقايق. بهالوقت راح نحضر السكر، حنحضر سكر عادي وسكر بودرة. بعد 10 دقايق بنطلعها من الفريزر، حتكون بهالشكل. طبعا نختار الحجم اللي احنا بدنا اياه، ما بتلزق بالايد. بعد ما طلعناها من الفريزر مباشرة بننزلها بالسكر العادي، الحبيبات. بعدين بنرجع بنضيفها بسكر البودرة. بعدين بنحطها بصينية مغلفة بورق الزبدة، بتسهل علينا عملية الخبز. هرجع اعمل وحدة تانية قدامكم. ناخد كرة الحجم المناسب قد ما انتو بتحبوا، او زي ما انتو بتحبوا تشكلوها. بنضيفها بالسكر العادي، بعدين بالسكر البودرة. ولازم يكون في مسافة بين الحبة والتاني. اذا شفتوا انه صارت تلزق بايدكم، ممكن ترجعوها على الفريزر شوي وترجعوا تكملوا التشكيل. ومثل ما قلت لكم انه من بعد ما نخلص من خلطة الكوكيز، بنحطها بالفريزر ل10 دقايق، وبنحضر صواني بورق الزبدة، وبنحضر صحون السكر. بعدين بنشغل الفرن وبنحميه قبل بوقت على درجة حرارة 200 أو 180. بنشغل الفوق واللي تحت سوا، وبعدين بنحطهم بالفرن. ما بياخدوا معنا غير 10 دقايق ل 12 دقيقة. بياخدوا لون خفيف ذهبي خفيف. بعدين نتركهم برا، ما بنقرب عليهم أبدا أبدا لحد ما يبردوا تماما.
ما بقدر أخبركم عن الريحة، روعة روعة روعة، والطعم ولا أطيب. بتمنى إنكم تجربوا هالوصفة وتشوفوا قديش هي طيبة ولذيذة، وبتمنى إنها تعجبكم وتقولوا لي بالتعليقات عن رأيكم فيها. وما تنسوني بالاشتراك بالقناة إذا لأول مرة بتشوفوني، وما تنسوني باللايك والمشاركة. وألف ألف صحة وهنا، واستنوني بالفيديو الجاي.